الأفضل زيدون؟ راقبوا جيدا. خامس خطأ لزيدون. حاول أن تمسك بالكرة. الساحة مزدحمة جدا. أيها الأولاد، ألم أقل لكم ألا تلعبوا هنا؟ غير مسموح للعب في الحديقة. نحن نحاول أن ندرب صديقنا كيف يلعب بشكل جيد. إنكم تعيقون عملي. هيا العبوا معي. علينا أن نجد مكانا خاصا بنا. ماذا تعني؟ مكانا نستطيع أن نلعب فيه كما نشاء دون أن يشكو منا أحد، فهمتم؟ أفضل. وأين هو هذا المكان؟ من الصعب أن نعثر عليه. زيدون، عليك أن تتولى هذه المهمة. ماذا؟ أنا؟ طبعا، لأنه سيكون لتدريبك. مرحبا صديقي. سنبل، انسى تحية الطيور واستمر في المراقبة. حسنا، لن نستطيع العثور على هذا النوع من الأمكنة التي تبحث عنها. أمكنة هذه غير موجودة. لقد تعبت من الطيران. سنبل، انظر هناك. أين أنظر؟ هناك مكان مفتوح. هبوط سليم. ما أجمله. وجدناه أخيرا. دعنا نخبر أصدقائنا عن هذا المكان. أنا لن أخبر أحدا بأنني عثرت على هذا المكان. لماذا بحثت عنه؟ سر. مكان جميل. إذا ركزت سيكون كل شيء ممكنا. ألن تخبر أحدا عنه؟ أريد أن يظل هذا المكان سرا بيني وبينك، فهمت ديما؟ ولكن لماذا زيدون؟ سنجد مكانا آخر للآخرين. لا نجد مكانا آخر. سوف نتعامل مع هذا الأمر حين يحين الوقت. ديما إنني أتدرب وقد أصبحت أفضل بكثير. 1 2. كان يوما ممتعا. أجل ممتع. وداعا، أراك غدا. إلى اللقاء. ألن تخبر الأصدقاء عن المكان؟ لا، لأنه سيكون سرا بيني وبينك وبين ديما. ولكن لا تخبر أحدا عن هذا المكان، أفهم؟ زيدون، ألم تجد المكان المناسب للعب بعد؟ لم أعثر عليه حتى الآن. واصل بذل محاولاتك إذن. ديما، آسف. لا زيدون، لقد أتيت في الوقت المحدد. بل تأخرت قليلا. كيف عثرت على هذا المكان؟ لا فائدة من محاولة إخفاء الأشياء عني. لقد رأيتك تأتي إلى هنا 3 مرات. ولكن لا أصدق ما تقول. آسفة زيدون، لا بأس إن عرف رامي. صحيح، يجب أن يلعبوا معنا. هل أخبرت سامي بالأمر؟ لا تقلق، لم أخبره بذلك، فأنا أفهم مشاعرك نحو هذا المكان. تريد الاحتفاظ بهذا السر لنفسك. أتعد بذلك؟ نعم، أعدك. أنا في البيت. سأخرج الآن أمي، وداعا. ترى هل يفي رامي بوعدي الذي قطعه لي؟ رأسي. هل أنت على ما يرام؟ لا، هذا خطر. تعمل بشكل جيد. زيدون، عليك أن تكون أكثر حرصا. ما الذي تتحدث عنه رامي؟ لماذا أخبرت سحتوت عن هذا المكان؟ لقد سألت رامي إن كان يعرف مكانا أسير فيه سيارتي، فأخبرني عن هذا المكان. رامي! حسنا، أعتقد أنني سأكون لطيفا، وكتعبير عن الشكر فإن سحتوت سيعطيني السيارة. أعد بأن لا أخبر أي شخص آخر، لأنني أريد أن ألعب به. زيدون، لقد جاء شخص آخر. أصبح المكان معروفا. هل تريدون أن تلعبوا بسيارتي؟ أنا سيارة جميلة، أعطني إياها. ديما انتظري. سنبل انتظر.
هذا سهل، نضغط على الزر فقط. تبدو رائعة. كان من المقرر أن يكون هذا المكان سرا بيني وبين ديما وبين سنبل. هي زيدون. آسف. آسف على ماذا؟ ألم تعثر على المكان بعد؟ ألم تعثر عليه؟ ألم تعرف بعد؟ يعني أريد العثور على المكان المناسب لنا. واصل عملك، هيا. ربما يتوجب علي إخبار سامي عن المكان، وربما سأحتفظ بالسر. ما الذي يجري؟ إنه هنا. زيدون، هل تريد أن تلعب الكرة معنا؟ كيف عرفتم عن هذا المكان السري؟ كيف عرفتم؟ لقد قمت بعمل جيد حين عثرت على المكان المناسب لنا. إنه يبدو كواحة جميلة. حقا إنني ألعب الآن بصورة أفضل. هيا نبدأ اللعب. توقفوا. أنت لم تخبر سامي عن هذا المكان. لا مجال لذلك، فقد وعدتك زيدون. بوصة لذيذة، شكرا. لا داعي للشكر. اسمع. ماذا؟ حمي وسحتوت لم يعودا لبيتهما هذه الأيام. هل تعرف أين يذهبان؟ من المحتمل أنهما يذهبان للمكان السري الذي وجده زيدون. ماذا قلت يا سنبل؟ ماذا قلت؟ سامي؟ آسف. كلكم تعرفون بهذا المكان ولم تريدوا إخباري. سنبل أخبرني عن المكان. هذا صحيح. إنها غلطة زيدون. سامي؟ لماذا احتفظت بسر هذا المكان ولم تخبرني به؟ لأنني إنها غلطتي سامي، نسيت أن أخبرك عنه. أنت؟ حسنا، هذا مكان رائع. دعونا نلعب الكرة. هيا لنلعب كرة اليد. هيا يا أولاد. هل هذا المكان لك؟ أجل، هل يمكن لنا أن نلعب هنا؟ بالتأكيد. أنا أحب مشاهدة الأولاد يلعبون. اذهب معهم. سنبل.